طبعا كلمت الاستاذ احمد وقلت له الجمهور عايز يسمع منك حاجه، بس مع نفسنا كده، يعني احنا كده قاعدين مع نفسنا وكنا عايزين نسمع حاجه كده ايه من عندك. فطبعا البنات خلاص انا هحضر لك مفاجاه من عندي ومفاجاه لكم كمان هنسمعه، وان شاء الله باذن الله الفيديو ده هيعجبكم جدا جدا جدا. ازيك يا عم احمد؟ بس انا الجمهور مستني منك حاجه النهارده والمفاجاه اللي انت قلت لي عليها. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، والعيب هذا شهيد، أن الدليل إذا ذكرت محمد صارت دموع العاشقين تسيل. الله ينور يا ابو حميد، بسم الله ما شاء الله، يعني كانت مفاجاه جميله جدا. انا كنت سمعت منك انشوده من فتره كده كنت نزلتها على النت، يا زائرين رسول الله، ممكن تسمعها لنا؟ يا زائرين رسول الله، سيدنا النبي في الروضة حي، جاء حديث نال علاه، أسمع من قد صلى عليه، حي حن الجزء وساق إليه، يا محبوب تعال إليه، يا زائرين رسول الله، سيدنا النبي في الروضة حي، حديث نال علاه، أسمع قد صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ايه يا عم احمد؟ دي المفاجاه، ده مفاجاه عالميه، مفاجاه النهارده هتعمل ترند النهارده في الفيس وفي السوشيال ميديا كلها باذن الله. النهارده معانا منشد وقارئ لدرجه ما تتخيلوهاش. سمعني حاجات، انا قلت له بس احنا هنسمع حاجه واحده بس نعرضها على الجمهور، وبعد كده هناخد منك اللي عندك كله ونعرضه على الجمهور. وباذن المولى عز وجل هيكون معانا لقاءات متعدده مع الاستاذ احمد. وعلى فكره ده لسه صغير في السن كمان، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيده يا رب من عنده ويديله كمان وكمان. الفيديو ده عايزين يوصل، عشان خاطر عايزين برضه نوصل للاستاذ احمد، لان الاستاذ احمد بامانه يعني انشاد وقراءه بسم الله ما شاء الله عليه. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده تابعونا، لان طبعا هتسمعوا مننا مفاجآت كثيره جدا. وكل سنه وانتم طيبين بحلول شهر رمضان المبارك، ادام الله عليكم وعلينا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.